هل عمرك حسيت إنك مراقب أو كنت قاعد لوحدك وسمعت صوت بيناديك باسمك؟ بيقول إن في كائن بيتولد معانا وبيعيش جوانا ويموت معانا. الكائن ده اسمه القرين، في اللي بيقول إنه مجرد شيطان وفي اللي بيقسم إنه شافه بعينيه. واللي هتسمعه النهاردة هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تبص في المراية وانت لوحدك بالليل. القرين مش روح ولا جن عادي، هو كائن اتخلق مخصوص مع كل إنسان. كل واحد فينا ليه قرين من لحظة ميلاده، بيعيش حياته كلها جنب، بيفرح لما تضعف وبيغضب لما تذكر ربنا، وبيحاول دايما يوصلك لأسوأ نسخة منك. الغريب إن العلماء زمان كانوا بيعتقدوا إن فكرة القرين رمزية، لكن كل الثقافات تقريبا فيها مفهوم مشابه. في الغرب بيسموه الظل المظلم، وبعض الديانات القديمة بيتقال إن القرين هو النسخة الخفية من النفس. المرايات تعتبر من أكتر الأماكن اللي اتربطت بالقرين. بيقولوا إن المراية مش مجرد انعكاس، دي بوابة لعالم تاني، عالم بيشوفك القرين فيه بوضوح. ناس كتير حكوا إنهم شافوا انعكاسهم بيتأخر أو بيعمل حركات مختلفة، وفي حالات موثقة ظهرت في فيديوهات غريبة على الإنترنت، ناس بتتحرك والمراية بتتحرك قبلهم. العلماء برضو بيقولوا إنها خداع بصر، لكن اللي عاشها بيقسم إنها كانت حاجة تانية خالص. هل عمرك حلمت إنك شايف نفسك نايم أو شفت شخص شبهك تماما بيتكلم بنفس طريقتك؟ القصص القديمة بتقول اللي بتشوفه ده هو قرينك، بيعيش في عالم الأحلام زي ما أنت بتعيش في الواقع. وفي حالات اتسجلت لأشخاص حلموا إن قرينهم بيكلموا وبيطلب منهم يعملوا حاجات غريبة، ولما صحيوا اكتشفوا إنهم فعلا عملوه وهم مش فاكرين إزاي. كأن القرين قدر يتحكم في الجسد للحظات. الفرق بين القرين بقى والجن كبير جدا. الجن كائن حر ممكن يهاجم أو يسكن أو يؤذي، لكن القرين مش بيقدر يعيش بعيد عن صاحبه.